تنمويا وفي إطار تسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة بجهة إقليم ومدنون والمزايا الاستثمارية لصالح المستثمرين المغاربة والأجانب. انطلقت اليوم بإقليم أشغال يوم المستثمر التي ينظمها مجلس جهة إقليم ومدنون بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي مناسبة للترويج لمؤهلات وفرص الاستثمار بالجهة بحضور مسؤولين حكوميين وأصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص. في المتابعة حوض مدار وجمال خصاصي. من أجل تسليط الضوء على المؤهلات والمقدرات الاقتصادية والسياحية وكذا الاستراتيجيات القطاعية بجهة إقليم ومدنون، ينظم يوم المستثمر الذي يشكل فرصة مواتية لبسط فرص الاستثمار وإطلاق مبادرات واعدة بهذه الجهة الجنوبية. تظاهرة ببعد وطني ودولي تبرز سبل وآليات الإقلاع التنموي بالجهة اعتمادا على إمكانياتها وما تتيحه من فرص مهمة في عديد القطاعات الاستراتيجية. الهدف من هذا اليوم هو إبراز مؤهلات التي تتمتع بها الجهة، وخصوصا رصد خريطة الطريق للمشاريع التي نريد تحقيقها داخل المدار الجهوي في السنوات المقبلة. نتحدث عن، كما تعلمون، الجهة شرعت وهي في على وشك المصادقة على مخطط تنموي جهوي اللي فيه تقريبا واحد المبلغ ديال أكثر من 11 مليار درهم وأكثر من 90 مشروع. نتحدث كثيرا عن مشاريع من أجل تقوية البنية التحتية، من أجل فك العزلة أولا، من أجل أيضا التجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، مع انتظارات الساكنة، من أجل أن نحسن تحسين ظروف العيش داخل الجهة. المحور الثاني اللي كنتحدثوا عليه هما بطبيعة الحال المحاور الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم وأيضا الاقتصاد الاجتماعي. هاد الاستراتيجيه الوطنيه ديال التنميه المستدامه بغات تعطي واحد الصبغه اللي غادي تتماشى مع النموذج التنموي الجديد اللي غادي تحط طبعا العنصر البشري في صلب السياسات العموميه. وهذه واحد النقطه جد مهمه اللي تكلمنا عليها اليوم في جهه قلميم ودنون، لانه الا شفتوا كل السياسات العموميه والبرامج ديال الاستثمارات اللي بغات تديرها جهه قلميم ودنون، مشاريع اللي جاو من الجهه، جاو من المنتخبين. فهذه هذا واحد العنصر جد مهم، لانه بغينا هاد التنميه المستدامه ديال الجهه تكون جايه من العنصر البشري، وهذا الشيء اللي كيضمن واحد الحكامه اللي تتكون صلبه. هذه التظاهرة أبرزت دينامية الجهة ومجهوداتها لاستقطاب كم منها إلا من الاستثمارات وخلق فرص استثمارية حقيقية تضمن التبادل المربح بين مختلف القطاعات وكافة الفاعلين والمتدخلين بما يخدم مستقبل جهة إقليم ودنون التي تتطلع إلى تسريع وتيرة استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والكفاءات والخبرات الداعمة لمسار التنمية الذي تواكبه عديد البرامج الكبرى للدولة. تم التأشير على 5 ديال الاتفاقيات مع السيدة رئيسة الجهة ديال قلميم ودنون والسيد الوالي، واللي كتهم مشاريع وبرامج جد مهمة اللي كتدخل في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر واستراتيجية اليوتيس للصيد البحري. وهذا كنعملوا بواحد لا كونفيرجونس مع المخطط الجهوي ديال الجهه، واللي غادي يكون واحد التاثير جد مهم ديال هذه المشاريع على التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه، جلب الشباب للاستثمار لهذا القطاعين وخلق فرص الشغل ودعم كذلك الفلاحة الصغيرة. مكتب التكوين المهني وعمل الشغل ينخرط في تنزيل هذا مخطط التنمية الجهوي على مستوى جهة قلميم ودنون بمواكبته عن طريق رأس مال تكوين رأس مال البشري. هناك مدينة للمهن والكفاءات يتم إنجازها الآن على مساحة 4 هكتارات بكلفة مالية تفوق 150 مليون درهم. هذه المدينة تتوفر مجموعة من القطاعات التكوينية جديدة على مستوى الجهة، قطاع الصيد البحري، الفلاحة، الأشغال العمومية، أيضا ديجيتال، وكذلك الخدمات.
تظاهرة إذن تفتح أبواب هذه الجهة الجنوبية على شراكات متعددة مع فاعلين عموميين وخواص وعلى شركاء وطنيين ودوليين، وتعبئة المتدخلين المعنيين حول خارطة طريق استراتيجية تأمل تحسين مناخ الأعمال والدفع ببرامج واعدة في مجالات حيوية كالصيد البحري والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة. يشكل هذا اللقاء حلقة أساسية تعطي نفسا إضافيا لمسار التنمية الجهوية وزخما قويا للبرامج والمشاريع الكبرى الاستراتيجية التي تراهن عليها الجهة لتحقيق انتظارات الساكنة المحلية. حافظ محضار، محمود طويف وجمال الأخصاصي.